في ظل اجتياح العالم مصيبة ترتكب ضد النفس البشرية بكل تفاصيلها، من سفك وإهدار دماء وأرواح، كل ده بسبب هو مفيش غيره، بدون النظر لحياة شخص أو حرق الدم من أب وأم على ابن أو ابنة. ولكن وجب علي قبل ما أكلمكم عن سرقة الأعضاء وإزاي بتتم، وهل العضو ده أيا كان هو إيه، كبد، قلب، كلية، رئة، بنكرياس، بيقدر يعيش برا جسم الإنسان مدة قد إيه، وإيه الظروف اللي بيقدر يعيش فيها. في البداية، في أي عملية زرع أعضاء بتتم في مكان مرخص له بزراعة الأعضاء بكفاءة أطباء على أعلى مستوى في وجود تعقيم محكم، إلا إن مش أي حد فينا يقدر يتبرع بعضو للإنسان التاني. والعملية مش بتتم بالبساطة اللي متخيلينها. العملية مش مجرد إني أخد عضو من هنا عشان أنقل الإنسان التاني والسلام، بل سبحان الله جسم الإنسان مخلق بكفاءة وقدرة عالية إنه يعرف أي جسم غريب داخله، بل ومش بس كده، هيهاجم الشيء الغريب ده عشان يتخلص منه تماما. أيوة، برضو السؤال الشاغل بالكم حاليا، إزاي بتتم العملية؟ تعالوا أقول لكم. لازم عشان أوصل تماما لقرار نقل عضو من المتبرع إن يكون في توافق أنسجة، أو ما يعرف باسم الكروس ماتش، اللي بيكون الشخص المتبرع ليه نفس فصيلة الدم. بس كده؟ أكيد لأ، بل لازم يكون عليه نفس المستطدات اللي على نسيج المتبرع هو نفسه اللي موجودة على الشخص اللي هيتم الزراعة عليه، أو يكون المستطد ده مشابه بدرجة كبيرة. وعشان ما تسرحوش معاي، ده جسم موجود نفسه في الجسم المنقول إليه، بحيث الجسم ما يتعرفش عليه إنه جسم غريب. لك من النوع المألوف زغلول، بص على الجدع ده. تمام، الخلقة دي مش غريبة عليا واصل. ايوه صح. اني شفته قبل كده. ايوه صح، واني كمان. لازم افتكر اني هتجنن. احنا ليه بنضطر لزراعة الأعضاء؟ وده في الحقيقة لما بيكون هو السبيل الوحيد لتحسين حالة المريض، سواء كان فشل كلوي، وده مريض بيغسل من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا، في كل جلسة بتقعد من 3 إلى 4 ساعات. زي ما بقول لكم كده. فعايزكم دايما انكم تحمدوا ربنا على النعمة والصحة اللي عمرها ما كانت بمال، بالإضافة إلى مرضى تاني كتير زي الفشل الكلوي والقلبي وغيرها من الأمراض التانية. طب هو أي حد كده بيتبرع لأي حد ولا ليها شروط؟ أكيد ليها شروط، والشخص المتبرع غالبا ما بيكون قريب من الشخص، أو التبرع من الشخص المتوفي، وده إذا كان كاتب وصية. أما بقى النوع الثالث بيكون شخص ميت دماغيا. إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ تعال أفهمكم أقصد إيه. ده بيكون إنسان اتأثر جزء النخاع عنده، وده الجزء اللي بيخلينا قادرين على القيام بالوظائف الحيوية زي التنفس وضربات قلبنا اللي شغالة بتوزع الدم. وبمجرد تأثر الجزء ده بنلاقي ان المخ بتاع الشخص ده ميت دماغيا، هو غير مصرح ان انا استخدمه وانقل منه اعضاء في الدول العربية، ولكن في بعض الدول الاوروبية مسموح به. اما عن العملية فهي بتختلف من عضو للتاني. على سبيل المثال زراعة عضو زي الكلى او الكبد بيحتاجوا من 3 الى 5 ساعات عن وقت حفظ الاعضاء دي خارج جسم الانسان، فما تفكروش انها بتقعد كتير. في عضو زي القلب والرئة بيفضلوا مدة تصل من 4 إلى 5 ساعات. أما الكبد فبيزيد شوية عشان يكون من 8 إلى 12 ساعة. أما بقى عن الوحش المنتشر في بيع الأعضاء ويقولك بيع كليتك واقبض حبات موتك وصحتك، فده بيكون من يوم إلى يومين، وأكثر شيء بقدر أحافظ عليه مدة طويلة خارج جسم الإنسان وهي القرنية اللي ممكن تصل إلى سنين. أما عن طريقة الحفظ، ودي اللي بتكون في درجة حرارة منخفضة جدا مع وجود محاليل خاصة للحفاظ على العضو، أو بمعنى صح هو محاولة للتقليل من تلف العضو. إلا إن بعد ما عرفنا إزاي بتتم العملية، إلا إن في زماننا الحالي بقى هو مجال للاحتيال أو استغلال عنصر الضعف وهو الفقر لارتكاب جرائم في حق النفس البشرية، أو إنها تكون الجريمة الأصعب وهي الخطف في روح بريئة ملهاش أي ذنب عشان يقوموا بسرقة أعضائهم. في النهاية إحنا بين نور علم بينقذ حياة إنسان ونعيم الجهل اللي بيسفك حق إنسان وبيستغل فقره. كان معكم الدكتور رضوان محمد.